السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. ايه رأيكم بقى؟ بصوا الطبق الحرش الجميل ده، اكل الصعيد الجميل التحفة. النهارده هنعمل مع بعض الويكا بطريقتي، ومعاها البتنجان المخلل. تمام، برضو بتتبيله سهله كده وبسيطه وسريعه من غير تعقيدات كده وحاجات افتكاسات كتير. هنا دي كانت شوربه عندي، نزلت عليها بمعلقه هريسه اللي هي بالفلفل الالوان. هسيبها تغلي كويس قوي قوي مع الهريسه زي ما انتم شايفين. هنزل عندي بالباميه. الباميه عندك فريش تمام، عندك فروزن براحتك. انا كانت عندي الباميه فروزن، بطلعها قبل مجمده، وقبل ما بحطها في الحله لازم اغسلها تاني، مع اني انا بكون شايلاها مغسوله ومتنضفه، وهفرزها معاكم برضو ان شاء الله. حطيت معاها قرن فلفل رومي لان انا عندي ولاد صغيرين فما بحطش الحامي. تمام، لغايه لما الباميه تستوي معاها. بصوا ما شاء الله دايب ازاي، زبده. عندك بقى الصعايده ما بيعملهاش طبعا بالهراسه، الصعايده عندهم المفراك طبعا ما فيش، فعندك هراسه اهرسي بيها. تمام، زي ما انت شايفه كده، بتبقى نفس الشكل بتاع الصعايده اللي هي المهروسه وبس، يعني ماسكه نفسها. احنا هنا في البيت ما بناكلهاش بالطريقه، ما باكلهاش انا كده، ولا انا ولا ولادي ولا جوزي. انا لازم اضربها بالهاند بلندر شويه، مش بخليها زي الملوخيه. انا بضربها يعني مش بضرب ضرب مبرح زي ما بيقولوا، ضربه وبقفل ضربه وبقفل، بس تبقى تقيله والباميه من جواها فيها قطع. فاهميني؟ يعني انا بصوا هنا بضربها بالهاند بلندر، باين لكم ان انا بضرب بسرعه، بس انا بضرب وبوقف عشان تتقل. نغمزها بالعيش تطلع في لقمه العيش مع بعضها كلها كده مره واحده، زي الملوخيه. يعني الطريقه التانية بتحسي ان الباميه صيصه كده في الشوربه. فاهمين انا قصدي ايه؟ انا صراحه بحبها كده اكتر. تمام، بعد ما تضربيها لقيتي ريم شويه على الوش شيليه، مفيش، انا هنا ما عملتش ريم. هنا بقى جبت الطاسه بتاعتي، حطيت فيها معلقه زبده بلدي كويسه كبيره، وحطيت معلقه توم كبيره. انا بعمل لها طشه، انا بعمل للويكا طشه زي الباميه. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك لو انت مش مشتركه. زي ما انتم شايفين كده، اول ما التوم يطلع ريحته زي ما بتعملي طشه الملوخيه، تنزلي بمعلقه كزبره كبيره. قلبي بقى يا ست الكل كويس. اللون التوم ياخد لون مع الكزبره. اهم حاجه يا بنات ما تسيبوش التوم والكزبره، البنات يعني الصغيره اللي لسه مش عارفه، التوم والكزبره ما يغمقوش، عشان التوم مع الكزبره لو اللون غمق قوي بيمرر، هيبوظ لك الاكله. اول ما تلاقيه احمر خلاص كده من على الحروف، بصوا هو احمر على الحروف، قلبته تقليبه وطشيت. شمي بقى الريحه، احلى ويكا دي ولا ايه؟ بجد ما شاء الله ما شاء الله تحفه، وبالف هنا يا رب على اللي هيعملها ويجربها بطريقتي وعلى كلها. بصوا شكل الطشه يا بنات، يا لا في قلبك زي ما بيقولوا يعني. هنا بقى نعمل البتنجان. انا قطعت معاكم الحته دي، انا قليت برضو فلفلين رومي يعني اختصارا للوقت. هنا دي معلقه هريسه حمراء، عليها ليمونه كبيره، عليها معلقه خل، عليها ثوم مفروم، عليها كزبره، عليها كمون، عليها ملح، رشه فلفل اسمر صغننه قوي. قلبي. تتبيله سهله جدا بقى، ولا خضره ولا طماطم مقطعه ولا. برضو هعمل معاكم تتبيلات مختلفه للبتنجان المخلل، بس دي اسرع تتبيله واطعم تتبيله سبحان الله. يعني انتوا جربوا الهريسه اللي على طول في البيت دي، ما تقطعوهاش، هي سحر بجد ومنجزه في كل حاجه. وبرضو ان شاء الله هجيبها واعملها معاكم. طبعا انت عايزه تعمليها بالفلفل الحامي براحتك، عايزه تعمليها بالفلفل الاحمر الرومي براحتك، اللي هو الفلفل الالوان. انا صراحه بجيب الفلفل وبحط وحدتين 3 بس حرقين، اللي هي يعني فيها ريحه الشطه، عشان انا عندي ولاد صغيرين فما يبقاش عليهم الاكل حامي قوي. زي ما انتم شايفين بصوا البتنجان مقلي كده وطري، زبده من جوه تحفه، كان طعمه جميل جدا ما شاء الله. انا برضو الفلفلايه بحشيها من جوه. هنا ده كان قرن فلفل حامي يعني لابو العيال، احنا مش هنظلمه برضو يعني معانا. والباقي بقى حطيته على التتبيله. ممكن تعصري عصره ليمونه تاني، انا عصرتها بس ما اتصورتش من فوق كده. تمام، وده بقى كان شكل الطبق بتاعنا.
بالله عليكم الشكل يفتح النفس. بصوا الطشه من فوق ما شاء الله كان طعمه تحفه. وبصوا في قطع ازاي، انا بوريكم ان الباميه موجوده بس انا بتقل الصوص عشان لما يتغمز اللقمه تطلع كده زي ما هي. وده كان فيديو النهارده، وما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.